بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. متابعين مشاهدين الأفاضل في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج فاسألوا أهل الذكر. باسمكم وباسم البرنامج دعوني أرحب بضيفي فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم المشاهدين. مرحبا، حياك الله. نذكر أننا في صدد استقبال أسئلتكم واستفساراتكم وفتاويكم عبر الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك على شبكة سلام الإعلامية. طيب، بعد هذا شيخنا نعلم مكانة المرأة اجتماعيا ودورها المهم في إنشاء الأجيال وتربيتها، ونعلم كذلك أن الإسلام ديننا الحنيف كرم المرأة. دعني هنا أسأل شيخنا، كيف كرم الإسلام المرأة ورعى لها حقوقها بشكل عام؟ بماذا ميز الإسلام المرأة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كما يقال بضدها تتبين أو تتميز الأشياء. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ينقض عرى الإسلام من نشأ في الإسلام ولم يعرف ما كانت عليه الجاهلية. هذه الإشكالية على كل كبيرة في كل الحضارات، وهو أن الإسلام ونحن ننظر إلى أحكامه وننظر إلى النقلات الحضارية الكبرى التي قام بها في إطار التجربة البشرية أو المسيرة الإنسانية، يظلم كثيرا بعدم رعاية هذا الواقع، كيف كان الواقع وكيف انتقل له، ونحن نتحدث عما قبل 1400 سنة. بينما ندرك كيف كانت حالة المرأة الأوروبية والمرأة الغربية بشكل عام قبل 100 سنة، ستلاحظ أنه ما حصل في التجربة الإسلامية شيء متقدم ومتطور إلى حد كبير. فمثلا لو نظرنا إلى المرأة في التجربة اليونانية والرومانية ونظرنا إليها كذلك في الحالة العربية الجاهلية قبل الإسلام، سنلاحظ بأن المرأة لم تكن شيئا مذكورا. يعني ليست لها حقوق، ليست لها كرامة، ليست لها تلك المكانة التي يمكن أن نتحدث عنها، بقدر ما كانت عبارة عن شيء من الأشياء. كل الحضارات هذه كانت تتعامل معك شيء، مثل ما أن عندك سلعة تنقلها من مكان إلى مكان، تتوارثها، تتملكها، تستحوذ عليها. هذه الطريقة اللي كان عبارة عن شيء. للأسف الشديد ممكن أيضا الحضارة المادية الآن تريد أن تصل بها إلى منطق الأشياء، من تنقلها من دائرة الأشخاص والإنسان إلى الدائرة التشيع أو عالم الأشياء. فمثلا وصلت الحالة في اليونان إلى أنهم كانوا ينظرون إلى، حتى في الحالة المسيحية للأسف الشديد، المسيحية المحرفة في القرن الخامس مثلا الميلادي، كانوا يناقشون هل المرأة لها علاقة بعالم الروح، يعني هل عندها روح ولا ليست لها عندها روح. وتتوصل هذه المجامع مثلا الدينية إلى أن المرأة أصلا لا علاقة لها بعالم الروح، إنما هي عالم المادة فقط. ونفس الشيء تجدها كذلك في التصور اليهودي أيضا، الديانة اليهودية المحرفة يتعاملون معها بأنها هي مصدر الخطيئة أو مصدر الإشكال البشري، وأنها سبب طرد الإنسان وكذا، وينظر إلى أن مصدر الشقاء الإنساني عموما. فكل الحضارات للأسف الشديد قبل الإسلام كانت تكرس لمنطق الدونية بالنسبة للمرأة. وصلت الحالة في الجاهلية العربية إلى النظر إلى المرأة بأنها مصدر العار، وبالتالي تعاملوا معها بأنها رجس يجب التخلص منه. ولذلك القرآن الكريم يدون لنا هذه المسألة عندما يقول: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فكان العربي يتخلص منها. بل وصل الأمر عند بعض اليونانيين مثلا في الحضارة اليونانية، الأبناء نفسهم من ذكور وإناث كانوا أحيانا يخضعوا لأن الأب يتقبلهم أو لا يتقبلهم. فأول ما يولد المولود يضعونه تحت قدمي الوالد فينظر إليه، فإذا أخذه انتسب إليه ونسب إليه كما تنسب الأشياء، وإذا رفضه يرمى بعد ذلك في المواقع العامة وليأخذه من يأخذه.
للأسف الشديد هذه كانت الحالة يعني. العرب نفس الطريقة. كان مثلا المرأة تورث، كان في موضوع الزواج لا ضابط للزواج، لا يعني موضوع التعدد مفتوح كما كانت الحضارات السابقة أيضا. يمكن وصلت في الحضارة الهندية مثلا أعلى سقف سجل أنه رجل واحد يمتلك مثلا 16,000 امرأة. هذه الحضارات الشرقية كانت موجودة بهذا الشكل. في العالم في المنطقة العربية في الأحاديث التي نقلت إلينا أن يأتي رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ويكون متزوج 10، لا حدود للطلاق، لا حقوق في الطلاق، لا تتملك أموال، كلها هي عبارة عن ملك للرجل. فعلى كل هذه الحالة، هذه الصورة إذا أدركناها ثم نظرنا بعد ذلك ما الذي أحدثه الإسلام في هذه البيئة المحطمة والمحطمة للمرأة. أول شيء عمله الإسلام أو أحدثه الإسلام ونقل إليه البشرية هي المساواة الإنسانية. نقل من فكرة التفاوت إلى فكرة المساواة، إن والله خلقكم من ذكر وأنثى، يعني والبشرية كلها أصل الخلق فيها واحد، وبالتالي يترتب عن أصل المساواة في الخلق المساواة في التكريم، ولقد كرمنا بني آدم. فهنا التكريم لم يكن تكريما للذكور فقط ولكنه تكريم لكلا الطرفين. نظر إليهم أيضا بأنهم في إطار الوحدانية الإلهية الرجل والمرأة يمثلون الزوجية الخلقية، فما لم تكن المرأة زوج للرجل والرجل زوج للمرأة ربما لاختل ميزان الحياة. فنظر ابتداء الإسلام إلى أصل الخلق، المساواة في أصل الخلق، ثم تفرع عن ذلك المساواة في التكريم الإنساني، فالتكريم للطرفين. وبالتالي لا مساحة الآن لاستعبادها ولا للتطاول عليها ولا للنظر إليها بأنها رجس من عمل الشيطان، ولا يؤمن الإسلام بفكرة أنه هي التي أخرجتنا من الجنة. هذه كلها بالنسبة لنا ليست واردة، والخطيئة منسوبة للطرفين معا، وربما الرجل يتحمل أكثر ما تتحمل المرأة. حتى فكرة الخطيئة لو افترضنا أنه من الذي أخطأ أصلا، من الذي أكل من الشجرة، هذه كلها الإسلام وضعها في سياقها الطبيعي، لم يجعلها المرأة مثلا. ثم جعلها شقيقة الرجل كما ذكرت، النساء شقائق الرجال، فلا يمكن أن تكتمل حالة الجسم إلا إذا كان الشقان متكاملان، حالة التكامل الإنساني. ثم بناء على ذلك أيضا رتب فكرة الحقوق، فجعل للنساء من الحقوق ما للرجال، إلا ما استثني في جزئيات بسيطة جدا متعلقة بالوظائف المبنية بناء على حالة الخلق. فقد تكون خلقة الرجل متناسبة مع وضع وظيفي معين، وخلقة المرأة متناسبة مع وضع وظيفي معين، لكن من حيث الحقوق، الحقوق الإنسانية، الحقوق المدنية، الحقوق المالية، الحقوق المتعلقة بالشخص كشخص فيما يتعلق بزواجه وطلاقه وترتيباته، هذه كلها رتبت وأعطيت للطرفين. وهذه طبعا قضية تطول حقيقة لو أردنا أنا أن أتكلم في إنه والله كيف كرم الإسلام المرأة في مجال الحقوق. يعني مثلا لم يكن لهن حق في الزواج، فكان المرأة تزوج دون رضاها، كان إذا توفي عنها زوجها ورثها أقرب الناس إليها، يعني مثلا يأتي من هو أقرب للمتوفى ويرمي عليها ثوبه ويقول هي لي، وخلاص تورث بعد ذلك. وقد يرثها الابن الأكبر للزوج، وهكذا. يعني كانت عبارة عن سلعة منها. لكن الإسلام رتب عليها موضوع الحقوق الكاملة، فأعطاها كافة الحقوق. وهنا تحديدا حتى تكون الصورة واضحة، الحقوق على المستوى الشخصي، حقها في نفسها، في أن تقبل بالزوج الذي تراه، في أن تقبل بالعيش الذي تراه، إذا كان والله حتى قبلت بالزواج من حقها أن لا تستمر في الزواج إذا رأت بأن هذا الزواج الذي اختارته لم يكن موفقا، فمن حقها أن تنقض. هذه كل حقوق مترتبة لها. ثم أعطاها الحقوق فيما يتعلق بأنه ليس هنالك زواج يتم إلا بطريقة معينة تكريما لهذه المرأة، فالرجل هو الذي يدفع المال ويدفع المهر ويقوم بالترتيبات ويقوم بالصرف عليها ويقوم بالنفقة عليه، فرتب حقوق مالية إزاء الرجال تجاه النساء. وهذه من أشياء التكريم للأسف الشديد التي لا يلتفت إليها الناس. تصور لو أنه مثلا قيل بأن والله الدولة الفلانية ألزمت الرجال بأن والله هم الذين يصرفون على النساء، كحالة نظرة عامة، هل هذه تسب ولا كان يمكن أن تكون هذه إشادة بمثل هذا النوع من الدول؟ كان يقال والله هذه كرمت إيه؟ كرمت المرأة. يعني الآن بعض الدول تصرف حتى على الرجال، وقاعد نعتبرها ما شاء الله دول متطورة، كون والله قاعد تصرف على إيه؟ على الرجال مثلا. فما بالك عندما يقال بأنه والله موضوع التمويل المالي والاستحقاقات المالية تقع العبء فيها على الرجل. نعم. تقع فكرة الحماية والموت والاستشهاد والتضحية وكذا تقع على الرجل، ولا تقع
على المرأة. كل ذلك على كل فيما يتعلق بتكريم المرأة. أخيرا أيضا ساوى الإسلام، إذا كان ساوى في عملية الخلق وعملية الحقوق، كذلك ساوى في عملية المسؤولية. فالمرأة مسؤولة دينيا كما أن الرجل مسؤول دينيا. لا تأتي المرأة يوم القيامة لتكون تابعة لزوجها، لا، ولا تابعة للرجال من قبيلتها أبدا. موقف فردي. علاقتها مع الله موقف فردي. أعمالها الصالحة موقف فردي. ذنوبها كذلك موقف فردي. وبالتالي إن المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، إلى آخر ما جاء، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فكل ذلك بالنسبة لله. أحيانا الصيغ، طبعا بعض الناس للأسف الشديد تشغله موضوع الصيغ، يقول لك الصيغ القرآنية كلها صيغ ذكورية. هؤلاء طبعا يتجاهلون فكرة أن القرآن نزل بلسان عربي. الاستخدام والألفاظ التي يستخدمها العرب هي التي نزل بها القرآن. فعندما يقول القرآن المؤمنين، المسلمين، القانتين، العابدين، عند العرب لا تعني الرجال فقط. نعم. كخطاب. ومع ذلك هذا الاستشكال استحضرته أيضا أم سلمة رضي الله عنها لما عادت من الحبشة وعاشت تحت كنف النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تقول: يا رسول الله، لا نجد للنساء ذكرا في الهجرة، ولا نجد للنساء ذكرا، كل القرآن ماشي في اتجاه صيغة صيغة الرجال. فتلا قول الله تبارك وتعالى: إن المسلمين والمسلمات، وتلا كذلك قول الله تبارك وتعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وقاتلوا في سبيلي وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئات. فهذه كلها موضوع المسؤولية كذلك تقع على الطرفين، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هنا دعني أقول حتى على مستوى بناء الولاية الإسلامية لا تكاد تجد في المرأة استثنيت في مرحلة من مراحل مسيرة الدعوة الإسلامية. شاركت في المرحلة السرية، شاركت في مرحلة الهجرة، شاركت في مرحلة البيعة الأولى، شاركت في البيعة الثانية، شاركت في بناء الدولة، شاركت حتى في الخروج إلى الجهاد في الوظائف التي كانت تقوم بها النساء مع أزواجهن في الغزوات. فالمرأة انتقل بها الإسلام من هذه الحالة التي عبر عنها في لحظة من اللحظات عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: في مكة ما كنا نعد النساء شيئا، لم يكن يعدون شيء أصلا. ولاحظوا بأن البيئة المدنية، أهل المدينة، كان لا، النساء عندهن أفضل من الرجال. ومع ذلك ارتقى القرآن الكريم بالمرأة مدنيا ومكيا في المجتمعين، ووضعها في مصاف التكليف الرباني بحمل رسالة الله تبارك وتعالى. وهنا ستجد القصص القرآنية نفسها في هذا الاتجاه، كيف أن أبرز للنساء كذلك العديد من الصور. فهذا باختصار شديد موضوع التكريم الإنساني أو التكريم الإسلامي لموضوع المرأة عموما. جميل. ذكرت في البداية شيخنا أن الحضارة الغربية تسعى لإرجاع المرأة شيئا، هذا أعتقد ما ينافي المنطق، يعني عندهم هم يعتقدون أن المرأة تستحق الحرية وتستحق كل هذا، كيف لهم أن يرجعونها لتصبح شيئا كما كانت؟ أحسنت. هو للأسف الشديد نحن في الحضارة الغربية نعيش نوع من التضليل. تجد أنه يخرجها تماما من دائرتها الإنسانية، لأن الإنسانية تختلف عن الحالة الطبيعية. المنطق الذي يحكم الآن الحضارة الغربية هو منطق القانون الطبيعي. منطق القانون الطبيعي في التصور الإسلامي بالنسبة لنا منطق حيواني وليس منطق إنساني. المنطق الإنساني أن تخرج بالإنسان من دائرة البشرية التي يشابه فيها الحيوان في مأكله ومشربه ونكاحه إلى دائرة إنسانية تنقله من دوائر الغرائز إلى دوائر الترتيب لهذه الغرائز. الغرب في كل مساعيه يريد أن يجعل هذا الإنسان يعود إلى الوضع الطبيعي اللي هو الغريزة فيه هي الحاكمة. لما تعيد إلى الوضع الغريزي فمعناها أنت تشبهه بالحيوان. القرآن الكريم والرسالات انتقلت بالإنسان من هذه الدائرة إلى دائرة الإنسانية الرسالية، وهو أن الإنسان لا يتعامل في وضعه كالحيوان. ولذلك القرآن الكريم لما شبه الكفار وقال: أولئك كالأنعام بل هم أضل، لأن الصيغة التي أو الطريقة التي يتعاملون بها هي طريقة حيوانية. تقول له حلال وحرام في المأكل يقول لك: لا، أنا حر. تقول له الحلال والحرام في الجنس يقول لك: لا، نحن أحرار. أحسط؟ فهنا انتقل إلى دائرة أنه هو لم يعد شخصا يتعامل بمنطق الضبط، لأن منطق الضبط هو منطق إنساني. منطق الالتزام بالقوانين منطق إنساني. منطق الالتزام بمنظومة حاكمة منطق إنساني. فهم يريدون هذا المنطق أولا أن يختلف. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، تلاحظ بأنهم وهم يظنون أنهم أعطوها حقوقا لكنهم نزعوا منها كثير من الحقوق التي كنا نتكلم عنها، مثلا الحقوق التي جعلت الرجل مكلف
تكليفا كاملا بحماية هذه المرأة وأن لا تكون هذه المرأة سلعة من السلع. الآن لو أردت أن أذكر لك الإحصاءات في كيف تتحول البنت في المغرب أو المرأة في المغرب من سن 18 سنة، بل الآن صاروا كمان أبكر من كده، يعني قبل ذلك بكثير تتحول المرأة، يخرجونها من دائرة العفة والكرامة والرعاية والأمومة والأبوة وهذه القضايا التي مكلف بها الإنسان ما دون يخرجونها من هذه الدائرة لتأكل وتشرب بعد ذلك بجسدها. فتجد كل المنظومة الغربية أن المرأة هي ساحة الدعاية، ساحة الدعاية في يسموه إيش في الملابس مثلا، في الدعايات. نعم. تجد أن المرأة حالة من حالات التسليع. التسليع هنا إنك والله تجعلها هي سلعة، تجعل جسدها يعرض كما لو أنك بتعرض بضاعة من البضاعات، فتعرض عليها الملابس، تعرض عليها الساعات، تعرض عليها كذلك. فتتحول المرأة إلى نوع من السلع. تتحول المرأة تحت حجة أنها حرة وأنها كذا، إلى أنه في نهاية المطاف يتحول الجنس نفسه إلى 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 عمل عليه ضرائب، وهي مضطرة أن تأكل بجسدها. هذه القضايا كلها الإسلام حرمها ومنعها، وأراد لهذه المرأة أن تكون مكرمة إما في بيت أبيها ومحارمها، وإما في بيت زوجها، وإما تحت رعاية الدولة. لكن لا مكان لأنه والله تتحول هذه المرأة إلى سلعة وإلى ينهش جسدها هؤلاء الذئاب البشرية التي لا ترعى إلا ولا ذمة في عالم النساء، تحت حجة للأسف الشديد، تحت حجة الحرية وتحت حجة أنه والله تكريم المرأة. بينما في حقيقة الأمر لو تتبعت أنت كيف ارتقت الرسالة المحمدية بالمرأة، الرسالة الإسلامية بالمرأة، وكيف انحدروا بها هم الآن ليجعلون هذه المرأة سلعة من السلع. جميل. دعنا ننتقل وياك شيخنا إلى جدل واسع وقديم حول لبس المرأة وحجابها. بداية شيخنا، من هم محارم المرأة وما هي المواطن التي يجوز لها أن تكشفها أمامهم؟ أحسن. في نقطة مهمة جدا، أو ما دام دخلت الآن بمدخل المحارم. الإسلام سبحان الله منظومته الكلية حتى بما فيها المنظومة السياسية تقوم على المنظومة الأساسية في البنية الاجتماعية. والبنية الاجتماعية من البداية رتبها الله تبارك وتعالى على موضوع المحارم. والمحارم إما أن يكونوا محارم قرابة نسبية، وإما محارم بالمصاهرة، وإما محارم بالرضاع. هذه البنية سبحان الله الاجتماعية التي جعل الله تبارك وتعالى بين هؤلاء من الذين نسميهم محارم، جعل الله بينهم العلاقة في الزواج محرمة تحريما أبديا. هذا لما نقول نحن محارم بمعنى هؤلاء محارم المرأة، بمعنى الرجال الذين لا يجوز للمرأة أن ترتبط بهم في علاقة زواج. هؤلاء المحارم حددهم الله تبارك وتعالى في سورة النور: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن إلى آخر الآيات، أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. هؤلاء ستلاحظ بأن هذه الآية اشتملت على كل المحارم إلا العم والخال، فاشتملت على الأزواج، واشتملت على الآباء. هنا بالذات موضوع الزينة، الزوج طبعا في المحرمية يعني بالنسبة له يستطيع أن يرى منها كل شيء، لكن الآخرين قد يكون وضعهم شو. لكن عندك الأزواج، الآباء، آباء الأزواج، الأبناء، أبناء الأزواج، أبناء الإخوان، أبناء الإخوان، أبناء الأخوات. أيضا ألحق بهم في إطار الرضاعة بنفس الطريقة. نعم. ألحق بهم بعد ذلك في موضوع المصاهرة أمرين أساسيين، اللي هو أبناء وبنات الزوجة التي دخلت بها، وأبناء كذلك الزوج الذي دخل بالماء. هؤلاء كلهم يعتبرون من المحارم، يعتبرون ما نسميهم نحن الآن بالمحارم. فهؤلاء يشكلون المنظومة الاجتماعية الأساسية الذين لا يرتبطون فيما بينهم بإيه؟ بتزاوج. نعم. لا يرتبط بينهم بتزاوج. وبالتالي البنية هذه سبحان الله هي التي تؤسس الأسرة، تؤسس مفهوم الأسرة.
ولها مجموعة من السلطات. الله تبارك وتعالى منحهم جملة من السلطات، ويمكن قبل كده احنا في بعض الحلقات تكلمنا عن سلطة الأسرة. يعني الإسلام ينظر إلى السلطات باعتبارها سلطات مقسمة، فيجعل للأبوين سلطة، ويجعل للأسرة المقربة سلطة، ويجعل للقرية والحي سلطة، ثم يجعل للولاية العامة سلطة، فتتقسم السلطات ما بين الإمام الأعظم إلى سلطة الأبوين. وسلطة الأبوين هنا طبعا للأسف الشديد سبحان الله كثير من الناس لما يريد أن يناقش هذه القضايا لا يناقشها من داخل المنظومة الإسلامية، ولا يناقشها في سياقها الإسلامي ككل. يحاول أنه والله يأخذ لك نتف هنا وهناك، ويحاول يعمل لك تشويش. يعني لا يمكن أن أتناول قوامة الرجل خارج منظومة النظام الإسلامي الاجتماعي، كيف رتب الإسلام العلاقات الاجتماعية. لا يمكن أن أتكلم عن الحقوق المالية للمرأة وأنا ما فاهم أصلا فلسفة الإسلام في الترتيبة هذه الاجتماعية، كيف ينظمها. حقوق الأسرة، فيقول لك والله البنت مظلومة في الميراث. يا شيخنا إن اطلعت على فقه الميراث تعرف تفاصيله؟ يقول لك لا. طيب اطلعت على حقوق المرأة في الإسلام المالية؟ يقول لك لا. طيب تعرف هل التبعات التي حملها الإسلام للرجال تجاه النساء؟ يقول لك لا. طيب كيف أنت تريد تناقش قضية لا تعرف تفاصيلها في إطار المنظومة هذه؟ ماسك لك حاجة من الغرب، فكرة المساواة. طيب أنت الآن لما قلت والله فكرة المساواة والمرأة مظلومة، أخذتها من وين؟ يقول لك والله للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب للذكر مثل حظ الأنثيين في القرآن الكريم هل هي عامة أم خاصة؟ هل كل ذكر يأخذ ضعف ما تأخذه النساء أو المرأة؟ ستجدها في 4 حالات فقط، وكم و30 أو كم و40 حالة تفوق فيها أحيانا المرأة الرجال، وأحيانا تتساوى معهم، وأحيانا تحجبهم، وأحيانا تحرمهم، وهم رجال وموجودين. ومع ذلك يقول لك يا أخي للرجال للذكر مثل حظ الأنثيين، اللي وردت أصلا في الإخوة الأشقاء ولم ترد حتى في الإخوة لأم. ستجد أن للذكر مثل حظ الأنثيين الإخوة الأشقاء. لماذا؟ ليش يا شريعة جعلت للذكر مثل حظ الأنثيين؟ نقول له والله في النظام الإسلامي الاجتماعي الأخ الشقيق مسؤول عن أخته رعاية وتربية وحماية وكل شيء، وبالتالي لما تطلق من زوجها لا قدر الله وأبوها غير موجود فستأتي بيت إيه؟ بيت أخيها، فلا بد أن نحسن وضعه الاقتصادي وأن نحميه. وفي اللحظة اللي هي استلمت حسابها وخطته في البنك، اليوم الثاني تجي في الصباح تقول له أصرف لي، وهي أخوها، وهي ما يقول لها والله لا مسؤول منها. هذه القضايا للأسف الشديد كثير من الناس ونحن نناقش بنية التركيبة الاجتماعية في الإسلام ما يعرفونها. فنحن نقول الناس أعداء ما شنو؟ أعداء ما جشلوا. فعلى كل هذه البنية، بنية المحارم هذه أساسها. فمحارم المرأة بهذه الصورة في سورة النور هم الآباء وإن علوا، الآباء والجدود، والأبناء وإن سفلوا، والإخوان وإخوانهم، والأخوات وأبناء الأخوات، والأعمام والأخوال. طبعا العم والخال ما ورد في الآية، لكن هذه مسألة أيضا من المسائل التي يعني شبه مجمع عليها أن الخال والعم من المحارم الذين ألحقوا بهذه. جميل. يعني. جميل. ما هي المواطن التي يجوز للمرأة أن تكشفها أمام المحارم؟ طيب موضوع المرأة الأصل فيها الستر مالا، وللمرأة زينة ظاهرية وزينة باطنية. في الزينة يعني القرآن الكريم هنا لو تلاحظ الآن ولا يبدين زينتهن، فهنالك زينة ظاهرة وهنالك زينة باطنة. بالنسبة للزينة الباطنة لا يجوز للأجانب أن يرونها. بالنسبة للزينة الظاهرة قد يراها الأجانب وقد يراها الأقرباء. طيب إيش الزينة الظاهرة وإيش الزينة الباطنة؟ الزينة الباطنة بعد أن تلبس المرأة زيها الكامل المعروف. حصل خلاف بين العلماء في قضية الوجه والكفين، فقالوا إذا بدا الوجه سيبدو معه مثلا الكحل. المرأة قد تعمل كحل عادي مش المكياجات اللافتة، لكن الكحل العادي. وإذا بدا الكفان قد يبدو معه الحناء التي على كف المرأة، وقد يبدو معها الخاتم. فعلى من قال بأن الزينة الظاهرة هي الوجه والكفين وما صاحبه يكون هذا للأجانب. يمكن للأجنبي أن قد يرى من المرأة الكحل وقد يرى منها إيه؟ قد يرى منها الخاتم وقد يرى منها الحناء. وعلى القائلين بوجوب تغطية كل شيء في المرأة بما فيه الوجه والكفين قالوا الزينة الظاهرة الثياب فقط، إلا ما ظهر منها أي الثياب الظاهرة. هذا بالنسبة للأجانب. طيب استثنى الله تبارك وتعالى في الزينة أيضا الباطنية، الزينة الداخلية استثنى للمحارم. طب دعنا قبل أن ننتقل للمحارم، إذا كان الكحل مما يوضع على الوجه ما فرقه عن باقي المكياج أو ما يوضع أيضا؟
أحسنت. يعني مثلا موضوع الحناء وموضوع الكحل بعيدا عن المكياجات الأخرى هو الحد الأدنى الذي تثبت به أنثوية المرأة، تثبت به أنثوية المرأة. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم جاءت واحدة من النساء في البيعة ويبدو أنهم كانوا يشيرون، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصافح، فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أن اليد فيها من الخشونة ما لا يليق بإيه؟ بأنثى، فأشار إليها أن والله تعمل الخضاب. عجيب. تعمل الخضاب لأنه هذا ليس من، فهذه على كل، على القول هنا أنا أتكلم عن من يقول بأنه والله الوجه، لكن طبعا عندنا القول الثاني هذا لا كحل ولا وجه ولا كفين، لكن أنا أتكلم هنا عن ما اختاره الإمام الطبري تحديدا. الإمام الطبري ذهب مع ابن عباس في أنه فسر موضوع ما ظهر منها، يقول الكحل والخاتم والحناء، هذا ما يظهر من الزينة الظاهرية، ما عدا ذلك لا تظهره. يعني مثلا لا تظهر الخلخال ولا تظهر الأساور ولا تظهر الأشياء التي يفترض أن تكون إيه؟ من الزينة الداخلية التي يجب أن لا يراها الأجانب. نأتي إلى موضوع الزينة الباطنية. الزينة الباطنية يدخل فيها العنق ويدخل فيها الشعر ويدخل فيها ربما شيء من الأيدي والأطراف، ويدخل فيها شيء من الساق. هذه على كل الفقهاء بين موسع ومضيق فيها، بين موسع ومضيق فيها. والخط الأوسط فيها أنها أمام محارمها، يعني مجمعين على قضية ما بين السرة والركبة اللي هو ما يسمى بالعورة المقلظة. هذه مجمعين جميعا أنه لا يجوز لا لولد إلا للزوج، لا تظهر المرأة ثديها وصدرها لا تظهر، أقصد عورتها المقلظة اللي هي من السرة إلى الركبتين أمام المحارم، حتى لو كانوا أولادها لا يجوز أن تظهر. هذه محل إجماع. ما بعد ذلك اختلف الفقهاء، منهم من ألحق الصدر، ومنهم من ألحق الكتفين، ومنهم من ألحق العنق، ومنهم حتى من بالغ وألحق الشعر، فرأى أنه والله أمام محارمها أيضا يفترض أن تغطي شعرها. لكن الحد الأوسط هنا، الحد الأوسط هو أن نقول بأن المرأة عليها في إطار محارمها أن تفرق ما بين المحارم الأصول كالآباء والأبناء، والمحارم بالنسب، والمحارم بالرضاعة، فلا تجعل أخوها نسبا مثل أخيها في الرضاعة، بحيث تعمل على التضييق والستر كلما كان، يعني تتخفف كل ما كان من الأصول والأقرباء النسبيين، وتحاول أن تزيد من الستر كل ما كان الشخص من المحارم غير الأقربين. جميل، شكرا لك شيخنا. فاصل قصير مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل ونعود إليكم، فابقوا معنا. إنا أنزلناه في ليلة القدر. اقرأ باسم ربك الذي خلق، لنسفعا بالناصية، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، ألم نشرح لك صدرك، لا أقسم بهذا البلد، ووالد وما ولد، وفرعون ذي الأوتاد، وسيجنبها الأشقى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى. كل ذلك في برنامجكم سير وأعلام، وهو برنامج تفاعلي يحتوي على سير وأعلام ومناسبات وهدايات في جزء عامة المبارك، فانتظرونا في الأوقات التالية.
وهذا البرنامج يتناول تاريخية اللغة العربية في مر العصور والدهور، ومن حيث نهضتها وانتشارها. كان العديد من جهابذة العربية من أصول غير عربية تنوعت بين الفارسية والرومية وصولا إلى بربر المغرب العربي. ستظل رابطة تؤلف بيننا، فهي الرجاء لناطق بالضاد. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ عدنا لكم مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل بعد هذا الفاصل القصير. نذكر أننا في صدد استقبال أسئلتكم واستفساراتكم وفتاويكم عبر الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك شبكة سلام الإعلامية. طيب، نعود لما بدأنا الحديث فيه شيخنا. ماذا عن تغطية الوجه بالنقاب ولبس القفازات؟ هل هذه من الثوابت التي جاءت بها الشريعة أم أنها من زيادة التستر عند النساء؟ صنت. بس بالنسبة حتى يعني ننبه إلى جوهر ما يسعى إليه الإسلام من خلال قضية اللباس والزينة وكذا، التي تشغل للأسف الشديد كثير من الناس، حتى لا يعني ينساق المسلم خلف كثير من الدعايات المقرضة. فالإسلام له فلسفة قائمة على الطهر والعفاف والحياء. هذه أسس أساسية بالنسبة لنظرة الإسلام إلى المرأة وكيف يتعامل معها. فبالنسبة مثلا للمرأة لا ينظر إليها من زاوية أنها رجس أو أنها نجس أو أنها، بل ينظر إليها بأنها يعني من مواطن الجمال التي اختص الله بها النساء. فالمرأة محل الزينة ومحل الجمال، فينظر إليها بأنه في هذا الإطار عنصر ابتلاء، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فعنصر الابتلاء حاضر هنا في قضية المرأة وكيف يمكن الإنسان أن ينظر إليها. فهنا نظم الإسلام موضوع الزي بالنسبة للرجال، ونظم كذلك موضوع الزي بالنسبة للنساء في إطار مفهوم الطهر ومفهوم العفاف ومفهوم ستر العورات. نعم. فهذه كلها مفاهيم شرعية لن تجدها في الحضارة المادية. يعني ونحن نتكلم عن مفهوم الطهر لن تجد هذا المعنى حاضرا في الحضارة الغربية، وأنت تتكلم عن مفهوم العفة لن تجد هذا المفهوم حاضرا. لماذا؟ لأن هنالك مفهوم الفحش بالنسبة لنا، ما نسميه نحن الفحش، وهو قضية الانفتاح في الجنس بلا حدود. هذا فحش، يسمى عندنا فحش، ويسمى عندنا كذلك خروج عن العفة وخروج عن الضوابط. فأنت ما بين حضارة قائمة على الطهر وقائمة على العفاف وقائمة على الحياء بالنسبة للمرأة، وما بين حضارة متفلتة لا تريد هذه القيود كلها. وبالتالي ونحن نتناول موضوع زي المرأة أو لباس المرأة المسلمة ننظر إليه في هذا السياق، في سياق أن المرأة ليس السلعة لتعرض جسدها، ليس الساحة للاستمتاع بها من غير من تحق له أن تكون بينها وبينه محل متعة. فالرجل الزوج متعة للمرأة والمرأة متعة لزوجها، هذه علاقة متبادلة. لكن ما عدا ذلك الإسلام ينظر إلى هذه العلاقات من هذه الزاوية التي فيها تكثر الضوابط بشكل عام. جميل. فنأتي إلى موضوع لباس المرأة. لباس المرأة المسلمة هو عبارة عن حالة ستر تام لجسد المرأة ما عدا وجهها وكفيها، على القول الذي ذكرته سابقا. يعني خلاف طبعا فيه مشهور تاريخيا ما بين عبد الله بن مسعود عليه رحمة الله الذي يرى أن الوجه والكفين داخلان في التغطية، وبين عبد الله بن عباس الذي لا يرى أن الوجه والكفين داخلان في موضوع التغطية. فهو خلاف تاريخي وليس خلاف معاصر. صحيح انقسم العلماء الآن في واقعنا المعاصر بناء على تلك الخلفية، لكن هو هكذا. لكن هذا محل إجماع، يعني على الأقل ما في قول ثالث بعد كده. يعني لا يأتينا قول الآن ليقول لنا لا لباس المرأة أصلا الوجه ما عدا الوجه والكفين أيضا يمكن أن تخلع
هذا لا يمكن أن يقول به. لماذا؟ لأن الإجماع استقر على أن والله المرأة تستر كل شيء إلا وجهها وكفيها على من يرى ذلك. إذا الشاذ من الأقوال ما خرج عن هذين، ما خرج عن ذلك، مثل أن يقول بعض الناس إنه والله ما أوجب الله أصلا لباس للمرأة، وهذه كلها تشددات من الفقهاء. لا، الله تبارك وتعالى قال لنبيه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى، يعني إلى ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. فالله تبارك وتعالى أوجب على النبي صلى الله عليه وسلم في نسائه وفي بناته وفي نساء المؤمنين أن يلبسن زيا معين. وهنا الصحيح أن نسميه جلباب المرأة المسلم أو لباس المرأة المسلم، ولا نسميه حجابا، لأن القرآن الكريم ستلاحظ بأنه يفرق ما بين لبس المرأة وما بين ما يسمى بالحجاب. فالحجاب هو ما كان ساترا إجمالا، كل ما يستر يسمى حجاب. فالذين رأوا موضوع لباس المرأة هو حجاب باعتبار أنه يسترها، لكن القرآن الكريم فرق بين الجلابيب التي وردت يدنين عليهن من جلابيبهن وبين وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فالحجاب يكون غالبا مثل الحائط أو مثل الستارة. فإذا كانت المرأة قد وضعت جلبابها، جاءت من الشارع وضعت جلبابها وتخففت لبيتها، وجاء شخص من الخارج، نظم القرآن هذه العلاقة لأنها ما لابسة الآن، لا لابسة حجاب ولا لابسة شيء، وبالتالي هي داخل بيتها. خاطبك القرآن بأنك تخاطبها من وراء وراء حجاب. طبعا بعض الناس خلطوا بين الحجاب والجلباب، لكن هذا الصحيح، أنك أنت وهي في بيتها حدثها من وراء حجاب، لا تدخل عليها، لا تقتحم، وأنت لست محرم لا، اقضى حاجتك من وراء الحجاب. طيب، أرادت أن تخرج إلى الشارع، تخرج بجلبابها، وهو اللباس الكلي الذي ذكرناه يغطي كل شيء إلا وجهها وكفيها. هذا أيضا يستحب لها التغطية، هذا القول الصحيح، إنه حتى الوجه والكفين الصحيح أنه يستحب. إن فعلت المرأة ذلك فقد بلغت كمال ما هو مطلوب منها. ما فعلته نقول وقفت عند الحد الواجب، ولكنها لم تفعل الأمر الأمر المستحب اللي هو زائد عن الوجوب. وبالتالي هذا هو الحجاب الذي عليها أن تغطي كل جسدها. طبعا هنالك شروط لموضوع الحجاب نفسه أو هذا الجلباب نفسه للمرأة، يعني حتى تكون فعلا مستوفية لشروط هذا الأمر الشرعي. جميل. صفة الحجاب نفسها شيخنا، انتشرت كثير من العباءات أو الحجابات التي تأتي بألوان مختلفة وصور مختلفة، منها ما يكون ضيق لدرجة أنه يصف الجسد، ومنه ما يكون قصير. ما الحكم الشرعي في هذا؟ أحسنت. هو حقيقة المرأة المسلمة إذا لم تستوعب ما ذكرته في البداية، أنها والله بهذا الزي إنما هي تلتزم أمر الله تبارك وتعالى، وأمر الله تبارك وتعالى له معنى وله مغزى، وهو أن تكون مستورة. هذا مقصود اللباس. يعني لو أصلا والله هي لم تؤدي هذا الغرض ما فعلت، حتى لو افترضنا تنقبت، لبست ما شاء الله عليها النقاب، ولكن نقاب ضيق، نقاب شفاف، نقاب محزق يصف، نقاب في نفسه زينة لافت يجذب الأنظار، ما فعلت المقصود الشرعي. فالمقصود الشرعي من الزي هو أن هذه المرأة عندما تخرج من بيتها إلى الشارع هي تكون مستورة. ده أهم شيء، أن يكون اللباس الذي تلبسه ساترا لجسدها، فلا يكون ضيقا ولا يكون شفافا يرى من ورائه. يعني بعض الملابس يمكن أن ترى أنت الجلد من شفافيته، ترى جلد الجسد الذي يعني حتى الرجل ما ممكن يلبس الآن الرجل شيء خفيف جدا وتلقى جلده من الداخل واضح فيه، فلا يكون ضيقا ولا يكون قصيرا ولا يكون شفافا ولا يكون وصافا. الوصاف هو الذي يخيط تماما على الجسد لدرجة أنك أنت كل أعضائها تجدها إذا حددت، الصدر محدد واليدين محددات والأرداف محدد، هذا لا يمكن أن نسميه أصلا لباسا شرعيا. فاللباس الشرعي المقصود هو ما اتصف بهذه الصفات، أن يكون ساترا للجسد كله، وأن لا يكون ضيقا، وأن لا يكون شفافا، وأن لا يكون واصفا لجسد المرأة، وأن لا يكون شبيها بلباس الرجال، وأن لا يكون شبيها بلباس الكافرات. إن كان هنالك زيا يميز الكافرات فلا تكون المرأة المسلمة بنفس هذا الزي.
كل هذه تقريبا شروط أساسية لموضوع الزينة. فما نراه الآن من بعض العباءات التي فيها زينة في نفسها، لأن واحد من الشروط أن لا يكون زينة في نفسه، مثل أن تكون والله عباية مثلا يكون فيها ما بعض الألوان اللافتة للنظر، يعني أصلا أنت حر في أنك اللون تختار ما شئت، ما نقول والله إلا تكون اللابسة السوداء، لا مش مشكلة، البس ما شئت، لكن راعي فيه أن يكون هذا اللباس ليس في نفسه لافتا للأنظار أو يلفت من حوله، لا، المقصود أنها تلبس شيئا يستر جسدها ولا يكون محل إيه؟ محل اشتهار، أنه لباس الشهرة أيضا واحد من الألبسة ممنوع فيها أو منع عنها من الرجال والنساء، لباس الشهرة الذي يلفت الأنظار من الوهلة الأولى ويجعلك كأنك في مجتمع آخر. هذه تقريبا الشروط إن شاء الله. طيب ما هو السن الشرعي التي يجب على الأنثى بعده أن ترتدي الحجاب، وهل هنالك تدريج أم أنها تلبسه بصورته الكاملة في حال وجب عليها؟ الحكم الشرعي في موضوع اللباس الوجوب فيه مجرد أن تحيض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء رضي الله عنها: إن المرأة إذا حاضت فلا يرى منها إلا كذا وكذا. لكن معروف أنك أنت إذا قلنا بأنه والله سيجب عليك الصلاة بعد ساعة، يفترض قبل الساعة أن نعلمك الوضوء ونعلمك استقبال القبلة ونعلمك القراءة، أليس كذلك؟ يعني هذه الصورة الطبيعية، أن أنت قبل أن يدخل عليك الوقت يفترض أن تكون تعلمت هذا الموضوع، وربما لو أنك استطعت أن تربي عليه، واللباس ليس أمرا سهلا، يعني أنت مش معقول والله قبل الزواج لا هيأت ولا ربيت ولا حاولت أن تقربها من الصورة الكلية، ثم فجأة عندما تبلغ البنت أنت تريد أن تنقلها نقلة مباشرة، فكل ذلك يفترض أن يتم قبل البلوغ. فإذا بلغت المرأة دخلت بعد كده في الحكم الشرعي فيما يتعلق باللباس الكامل الذي تحدثنا عنه. جميل. نتابع شيخنا في خلال الفترة الأخيرة كثير من الهجمات العنيفة تجاه الحجاب ومن يرتديه في بعض الدول، ما قولكم في هذا الشيء؟ هو طبعا في الآونة الأخيرة للأسف الشديد ما نراه هو حالة من العدوان عموما على كل المظاهر الإسلامية، فصار ينظر الآن مثلا إلى اللباس بدلا أن ينظر إليه كما هو الحال عندهم، إذا كان والله هم الآن وصلوا إلى مرحلة أن التعري حرية شخصية، العري أن الإنسان يتجرد عن كل ثيابه، رأوه بأن هذه حرية شخصية، فما الذي يجعل مثلا أن المرأة تلبس الزي الذي تراه حرية شخصية؟ هذا الوضع الطبيعي أصلا وفق منهجهم، الآن أتكلم وفق منهجهم، إنه والله غطت وجهها ولا كانت عارية عندك الأمر سواء، وبل هذا من حقوق المرأة، يعني المرأة تختار ما تشاء، أليس كذلك؟ بل تختار حتى أن تكون ذكرا إذا شاءت، يعني هكذا هم يتكلمون. طيب ما الذي يزعجك أنت من أن تكون المرأة لابسة لما يستر جسدها؟ هنالك المشكلة الفوبيا الكبيرة جدا الحاصل للأسف الشديد من الأديان، وبالتحديد الديانة الإسلامية، لأنه الآن تلاحظ بأن نفس اللباس قد يلبسه اليهود وقد تلبسه الراهبات النصارى ولا يزعج الناس، ولا يستطيعوا ولا يتجرؤوا أن يقوموا مثلا بمهاجمة ذلك. فالمسألة أخذت على كل طابع، صار هذه رمزية الآن لموضوع الإسلام، وبالتالي الفوبيا الموجهة الآن ضد الإسلام هي التي تقلق الآن من الهندوس شرقا والصينيين شرقا إلى أوروبا وأمريكا غربا، في هنالك قلق من هذا التمدد الإسلامي، وصارت ظاهرة الحجاب هي دلالة على كل بأن هنالك تمدد للحالة الإسلامية في مختلف المجتمعات. فكثير من المجتمعات التي تخشى على نفسها من هذا التمدد صارت تجعل من ظاهرة الحجاب ظاهرة يتم من خلالها على كل المحاربة، وإلا بحكم المنطق الذي يتكلمون عنه يفترض أن لا يكون هنالك أي قلق سواء المرأة تعرت أو لبست، يعني حسب ما يرون. نعم، لكن قد يرون أن هذا فيه تقييد للحريات من جهة أن المرأة تلتزم بمثل هذه الملابس. على كل هم إذا كانوا يتكلمون عن قضية التقييد باعتبار أن هنالك سلطة تفرض على المرأة هذا الموضوع، يمكن أن نرفضه نحن ويرفضوهم، ما في إشكال. لكن هل المرأة التي الآن في المجتمعات الغربية تلبس هذا الزي هنالك شخص يلزمها أم أنها هو اختيار شخصي؟ اختيار شخصي. طيب، فإذا نظرنا إليها بديمقراطيتهم بأن هذا اختيار شخصي للمرأة، فعلينا أن لا نحاول أيضا أن نحرمها هذا الحق، أن لا نحرمها حقا، لأن هذه المرأة بمحض إرادتها اختارت الإسلام كدين، وبمحض إرادتها تطبق أحكام الإسلام التي تؤمن بها، فيفترض أن لا نعتبر ذلك ضغط من المرأة ولا من زوجها ولا من أخيها. صحيح الزوج قد يأمرها بالمعروف ينهاها عن المنكر، الأب يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، ينصح يوجه، لكن لا أحد يستطيع أن يفرض
نمطا معينا في اللباس بالذات على المرأة، فهي التي تختار هذا الوضع وهي التي تتعبد الله عز وجل بهذا الموضوع. فبالتالي الحديث عن قضية أنه والله هذه تنافي الحرية الشخصية ليس صحيحا، فإن المرأة التي الآن في أوروبا تكابد وسط هذه المجتمعات الجاهلية المتعرية تماما، يعني هي فيها ضغط نفسي كبير جدا من الناحية الاجتماعية، لكن هي اختارت أن ترضي ربها وأن تنسجم مع عقيدتها وأن تكون والله مرضاة الله أحب إليها من ضغط المجتمع وعذاب الله سبحانه وتعالى الذي ربما ينتظرها إذا لم تلتزم أمر الله. بالنسبة لها صار أقوى بكثير من ضغط المجتمع. وبالتالي هذه المرأة أنا في تقديري هي تمارس قمة حريتها، هي نفسها تمارس قمة حريتها بأنه والله دون إكراه، أنه والله تخالف المجتمع وتخالف سطوة المجتمع وتخالف بالعكس أحيانا سلطان المجتمع من خلال القوانين التي الآن للأسف تفرضها كفرنسا مثلا، ومع ذلك هي تتشبث. فحقيقة أنا أرى أن المرأة المسلمة المتحجبة في هذه المجتمعات هي أكبر امرأة حرة في العالم، أكبر امرأة حرة، لأنها تمارس حق طبيعي بالنسبة لها يملاه عليها دينه، بأنها تلبس ما تشاء يعني. تلبس ما تشاء. نعم. جميل. طيب كلمة أخيرة شيخنا بقضية الحجاب اللي نختم بها. على كل ما أقوله فيما يتعلق بالحجاب هو سبحان الله نوع من الترميز. لماذا يقلق القلب؟ كما أن اللحية بالنسبة للرجل قد تكون نوع من الترميز، دلالة على شيء معين، والإسلام يريدك أحيانا أن تكون متميزا، لا يريدك أن تكون زائب بحيث لا تعرف أصلا، يريد لك ميزة معينة. ولذلك كثير من الأحكام أحيانا يكون القصد منها إظهار رمزية المسلم. فبالنسبة للمرأة المسلمة حالة الحجاب أو حالة الجلباب أو اللباس الشرعي للمرأة هو رمز للطهورية ورمز للعفة ورمز للحياء ورمز كذلك للدخول في منظومة الإسلام الكلي والحاكم. وبالتالي هذه المرأة التي تتشبث بحجابها وتتمسك به فإنما أول تعبر عن هويتها، هي ليست تابعة وليست متحللة وليست كما يقال إنه والله هي تندمج مع المجتمعات الأخرى وفق منظورها، لا، هي تريد أن تندمج وفق منظورها هي، وفق منظور عقيدتها وهويتها الخاصة. فعموما نحن نقول بأن على النساء في كل المواقع أن يلتزمن شرع الله تبارك وتعالى في اللباس والزي. ولكن في نقطة مهمة جدا فيما يتعلق، مثلا بعض الناس يسألوني أحيانا إذا كان والله في شكل معين يسبب لهن ضرر ويسبب لهن أذى ويسبب لهن كذا، مثل أن تكون مثلا إذا كان والله النقاب أو تغطية الوجه إذا كانت تسبب لها ضررا وتسبب لها أذى، هل يمكن إلى هذا الحد يمكن أن تتساهل المرأة؟ فعلى كل قد يكون هنالك من الرخص في هذه المساحة، مساحة المستحب والواجب التي ذكرناها، يمكن أن تتحرك فيها المرأة في سبيل أن لا يصيبها أذى من الزي الذي أحيانا قد يكون ما متقبل المجتمع الآخر، فتلتزم بالحد الأدنى فيه حتى لا يصيبها الأذى الخاص. شاكر لكم شيخنا هذا الحضور وهذا الإلقاء. الشكر موصول لكم أنتم مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل في كل مكان على حسن الاستماع والمشاهدة. نكرر شكر لنا فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان، بارك الله فيكم. شاكرين لكم. يقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. معنى هذا أن لكل سؤال جواب إذا سألتموه بالشكل الصحيح وفي المكان الصحيح، وعلى الهدى لمن استهدى أدلاء. انتظرونا في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.